أثار اللاعب الجزائري يوسف بلايلي الجدل مجددا في الدوري التونسي، حيث عاد إلى عادته المعروفة برفضه قرارات الحكام بطريقة غريبة، وهو ما يكلفه الإنذارات دائما، الأمر الذي لم يقبله أنصار الترجي التونسي في وقت تسربت فيه معطيات جديدة حول قرار المدرب بيتكوفيتش بخصوص مستقبل بلايلي مع المنتخب الوطني. وقبل التفاصيل لا تنسوا الاشتراك في القناة ولايك للفيديو وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. إذا ما فعله يوسف بلايلي أمس في مباراة فريقه ضد الصفاقسي فتح عليه أبواب الانتقادات من الجماهير التونسية والجزائرية المتابعة، والتي لم تتقبل تصرفات ابن وهران وطالبته بالتعقل وضبط النفس، وإلا قد يكلف فريقه ومشواره الشخصي غاليا. من جهة أخرى، كشف موقع لاغازيت دي فينيك أن رئيس الاتحاد الجزائري تحدث مؤخرا مع بيتكوفيتش بشأن بلايلي، مطالبا بضرورة فتح الأبواب له للعودة للمنتخب. وأوضح رئيس الفاف لمدربه أن بلايلي رغم تقدمه في السن فإنه قادر على تقديم الإضافة للمنتخب، خاصة أنه يظهر بمستويات محترمة منذ عودته لصفوف الترجي. ووعد بيتكوفيتش صادي بوضع بلايلي في حساباته دون منح ضمانات بتوجيه الدعوة له مستقبلا، خاصة أن المنافسة شرسة في مركزه. وأنتم مشاهدينا، ما رأيكم في تصرفات بلايلي وعودته للمنتخب الوطني؟ شاركونا بتعليق أسفل الفيديو وتابعوا معنا كل جديد.